النهارده بقى هنعمل احلى صينيه مكرونه بالبشاميل، جوسي كده وطريه وتحفه. اللي بيحب المكرونه البشاميل يجمع هنا. سهله وبسيطه جدا، هنعملها في ثانيه كده وندخلها الفرن وتاكلي احلى مكرونه جوسي وطعمها حكايه. نبدا كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. عندي كيلو من اللحمه المفرومه، هحطه في الطاسه كده يتشوح معايا، وانزل عليه بالبصل والفلفل الالوان والتوابل، ونعصجها زي ما بنعملها بالطريقة العادية جدا. تمام كده. عندي وتقدري تخلي مثلا الكيلو اللحمة ده نص كيلو على حسب ما انتي عايزة. انا هعمل بقى صينيتين على الكيلو. عندي بقى اللحمة المفرومة، هي هتتشوح، ننزل بس بيها الاول عشان هي فيها نسبة دهون عالية. انا خدتها فرمتها وفيها نسبة دهون عالية، فانا نزلت بيها من غير زيت من غير حاجة في الطاسة تتشوح. وبعد كده بقى حطي عليها البصل والفلفل الالوان او اي خضار انتي بتحبيه. طيب خلاص، تعالوا كده للبشاميل. عندي 2 كيلو من اللبن، هنحط عليهم 7 معالق من الدقيق، يعني هو على البارد، بشاميل كده على البارد تحفه وطعمه حلو قوي وخفيف جدا. يبقى الدقيق مع اللبن، ندي تقليبه حلوه كده. عندك بقى زبده، حطي معلقه، ادي معلقه سمنه ومعلقه قطعه زبده كبيره كده، بتخلي البشاميل طعمه حلو قوي وبتعلي التست بتاعه. تمام، هيدوب كده مع بعضه، وولعي النار بقى عليه. عندي كيس من مرقة دجاج كنور، هنفتحه وننزل بيه على البشاميل. ودي بقى التوابل اللي انت بعد كده بقى نحط التوابل بتاعتنا كده، فلفل اسمر وكمون وبابريكا، وحطي كل التوابل اللي انت بتحبيها وبتحبي طعم المكرونه بيها، بتبقى طعمها حلو جدا. وفي الاخر خالص نص معلقه من الملح. قلبي تقليبه كويسه بقى، ووطي النار عليها كده وسط، ومع التقليب المستمر. وخلي بقى البشاميل يكون خفيف، شايفين شكله عامل ازاي؟ مش عايزاه تقيل. لو بتحبيها جوسي كده وتاكليها كده صيصه كده صوص حلو قوي، خلي البشاميل خفيف بالشكل ده. انا ولادي بيحبوها قوي قوي بالطريقه دي. عندي بقى المكرونه انا سلقاها اهوت، هنزل بشويه مكرونه في الصينيه وعليها شويه بشاميل. قلبي 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 كويس ده مع ده، وانزلي بقى باللحمه المفرومه. يا سلام بقى، المكرونه دي لو اتعملت كمان بالفراخ بتبقى اطعم واطعم. خلاص كده هننزل بطبقه اللحمه المفرومه اللي احنا عملناها، وكده خلاص نحط لها بقى كمان طبقه من المكرونه. زي ما قلت لكم انا عامله المقدار ده لصينيتين. تمام كده. هنوزع بقى المكرونه في الطبقه التانية، وانزلي بيها بالبشاميل بتاعها. يا سلام. وظبطي بقى البشاميل ودخليها في الفرن في الرف اللي في الوسط، هتطلع بالشكل ده. وبعد ما تحطي لها بقى زيتون من فوق كده وفلفل الوان، ودلعيها على قد ما تقدري. بصوا كأنها مكرونه وعامله نفسها بيتزا. وبالهنا والشفا، صحتين وهنا على قلوبكم. واتمنى فيديو النهارده يا رب يعجبكم بقى. ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب للي اول مره يشوف القناه. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.